أهلا بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة: سؤال تسبب في محاكمة عبد الحليم حافظ. تخيلوا عبد الحليم حافظ بسبب سؤال وإجابته الجريئة عليه كان هيسبب في دخوله السجن. تفاصيل الفيديو هو إن الإعلامية سناء منصور كانت بتقدم برنامج من إعداد الصحفي مفيد فوزي باسم أوافق أو أمتنع، يعني من حق الضيف الإجابة أو الامتناع عن إجابة السؤال. وقالت إن هي استضافت عبد الحليم حافظ في حلقة من الحلقات وسألته سؤال بس كان شائك جدا، وهو مين أكتر ممثل دمه تقيل في السينما المصرية. وطبعا اتفاجئت إن عبد الحليم ما امتنعش عن الإجابة عن السؤال، يعني وإنه وافق يجاوب عليه. وكانت إجابته صادمة، إن هو قال صلاح نظمي أكتر فنان دمه تقيل في السينما المصرية. وطبعا هي أول هو ما جاوب كده علقت بضحكة. فطبعا مين شاف الحلقة واتجنن؟ الفنان الكبير صلاح نظمي. زعل جدا طبعا وراح رافع قضية عليها وعلى عبد الحليم حافظ بسبب السؤال ده. وطبعا راحت هي وعبد الحليم المحكمة في بولاق لحضور الجلسة، لكن القاضي رفض الدعوة عشان الموضوع ما كانش يستاهل يعني. المهم حليم بعد كده صالح صلاح نظمي، وعمل معاه طبعا دور كبير في فيلم أبي فوق الشجرة، من بطولة طبعا عبد الحليم حافظ. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.